النهائي اللي محدش كان متوقع نهايته. يا ترى ايه اللي حصل في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة؟ ان كان في لقاء الذهاب اقيم يوم السبت، فاز النادي الاهلي في لقاء المرتبط وفاز النادي الاتحاد بعديه في لقاء الكبار. كده النتيجة تعادل 1-1. بعد كده كان في لقاء العودة يوم الاثنين اللي فات، فاز النادي الاهلي في لقاء المرتبط بعد ما المباراة امتدت للشوط اضافي. وبعدين بعد ما صفارة المباراة انتهت فوجئنا بلاعب ناشئ من ناشئي نادي الاتحاد عنده تقريبا 17 او 18 سنة بيحدف الكرة على لاعبي الاهلي، جت في وجه لاعب من لاعبي النادي الاهلي. قامت اشتباكات بين لاعبي الفرقتين تدخل فيها الاجهزة الفنية. بعد كده بعد ما فضوا الاشتباكات ديت كانت للأسف انتقلت للجمهور، والجمهور بدأ يهتف هتافات معادية من الجانبين، من جمهور الأهلي ومن جمهور الاتحاد. قرر الاتحاد المصري لكرة السلة ان هو يفضي الملعب من الجمهور وان لقاء الكبار يقام بدون جماهير. وافق الفرقتين فريق الاهلي وفريق الاتحاد ان المباراة تقام بدون جمهور وان هم يبتدوا يخرجوا الجماهير. ولكن خروج الجمهور ما كانش حاجة سهلة، خرجوا في تقريبا 3 ساعات. فريق نادي الاتحاد اعترض على طول الفترة ديت، والمدير الفني قال ان هو مش هينفع يلعب كده الماتش لان اللعيبة واكلة من الظهر وكده اللعيبة ممكن تتصاب وهتتعرض لإصابات. الاتحاد المصري قرر ان هو يعمل اجتماع مغلق علشان يبتدي يبحث الامر والقرارات. بعدين رئيس نادي الاتحاد السكندري توجه لرئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، كان عايز يعني يتفاهم معاه بخصوص قرارات المباراة، لقاه في اجتماع مغلق ورفض دخوله. فطبعا رئيس الاتحاد السكندري قام زعل، ازاي انا عايز اقابله وانتوا ترفضوا ان انا ادخل وكده علشان في اجتماع مغلق. خد كل اللعيبة وخد الفريق ومشيوا، خرجوا سابوا الملعب خالص بعد ما خلص الاجتماع وخرجوا، وكان الملعب فضي من الجماهير وقرروا استكمال المباراة. ملقوش ولا لعيب من نادي الاتحاد ولا حتى أي فرد منهم، كلهم كانوا انسحبوا ومشيوا من الملعب تماما. فطبعا نادي الاتحاد المصري لكرة القدم قرر اعتبار الاهلي فائزا في المباراة واهداء درع دوري المرتبط للنادي الاهلي للمرة السادسة على التوالي، واعتبار نادي الاتحاد منسحبا من المباراة والغاء مراسم التتويج. طبعا ده اللي حصل. نادي الاتحاد قال احنا ما كناش ينفع نلعب الماتش بعد الوقت الطويل دوت في اخراج الجماهير، والمفروض الماتش يتلغي ويتعاد. ولكن الاهلي صمم ان هو يلعب المباراة، والحكام كانوا موجودين وصمموا ان هم يلعبوا المباراة في نفس الميعاد، ولكن فريق الاتحاد كان للاسف غادر الملعب. بعد كده نزلت النهاردة العقوبات اللي كلنا شفناها، عقوبات على اللعيبة اللي كانت مشتركة. طبعا اللعيب اللي رمى الكرة دوت اتوقف لحد نهاية الموسم وغرامة 15,000. كمان كان يعني لعيبة تانية من الاتحاد اتوقفوا مباراتين، مجموعة لعيبة من الأهلي اتوقفت مباراتين، نقل 3 مباريات للاتحاد خارج ملعبهم بدون جمهور. عقوبات برضو على النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، وغرامات على نادي الاتحاد وغرامات على النادي الأهلي. طبعا دي القرارات اللي كانت نزلت النهاردة، قرارات قوية جدا وعنيفة على الفرقتين. ده ما كانش متوقع نهائي، لان هو طبعا في كرة السلة ما فيش الاحداث دي بتحصل، متعودين على الاشتباكات والانسحابات والمشاكل ديت في كرة القدم عادية جدا بتحصل كتير، انما في كرة السلة مش متعودين على الكلام ده. ودي كانت نهاية مؤسفة لنهائي دوري المرتبط في كرة السلة. نتمنى ان شاء الله باذن الله نادي الاهلي ونادي الاتحاد العلاقات بينهم طول عمرها طيبة، وكرة السلة طول عمر فيها روح رياضية عالية جدا. اتمنى العلاقات ترجع تاني والهدوء يرجع ما بينهم ان شاء الله باذن الله.